السلام عليكم. أنا اسمي أحمد وأنتوا بتسمعوا بودكاست قصص ميز. Fort Buckets from second level. Go ahead with the first deal. Edward 182-2949 lost of DS. أهلا بيكم في الحلقة رقم 9 من الموسم الرابع من قصص ميز. تنويه سريع: الحلقة دي هتكون الحلقة الأخيرة قبل بداية أجازة منتصف الموسم، وهيرجع بودكاست قصص ميز بعد أسبوعين من دلوقتي إن شاء الله، يعني يوم الخميس بعد الجاي في نفس الميعاد المعتاد. اسم حلقة النهاردة: الفتاة على الطريق. في سنة 2004 ميسي تاسكر كان عندها 16 سنة، وكانت عايشة في مدينة لايف أوك، واللي هي مدينة صغيرة موجودة في نص ولاية فلوريدا. وفي عصر يوم السبت من شهر يناير ميسي ووالدتها كانوا في المدينة وكانوا راجعين للبيت. البيت كان على بعد حوالي 20 دقيقة منهم، فركبوا العربية، ولكن علشان يوصلوا لبيتهم كان عليهم الأول يعدوا على طريق سريع شبه مهجور بيمر بالغابة. وبالرغم من إنه يعتبر طريق سريع إلا إنه كان عبارة عن طريق ترابي متحوط بالأشجار من الجنبين، وما كانش فيه حواليه أي خدمات ولا حتى مباني. والدة ميسي كان مستوى سواقتها ضعيف، وكانت دايما بتكون قلقانة وهي سايقة، وبتبقى ماسكة عجلة السواقة بإيديها الاتنين ومقربة منها في وضع حذر. ولكن مستوى سواقتها كان بيكون أسوأ بكتير بالليل، وده بسبب ضعف نظرها. علشان كده كانت دايما بتحاول تتجنب إنها تسوق بالليل. ولكن في اليوم ده كانوا اتأخروا في المدينة غصب عنهم، وكانت الشمس بدأت تغرب، ووالدة ميسي كانت سايقة بسرعة علشان يلحقوا يروحوا البيت قبل الضلمة. وكانوا ماشيين على سرعة 80 كيلومتر، ده بالرغم من إن السرعة القصوى على الطريق كانت 70 كيلومتر في الساعة بس. ميسي كانت قاعدة جنب والدتها في الكرسي اللي قدام، وكانت بص على والدتها، وفجأة لمحت حاجة غريبة من الشباك اللي جنب والدتها. كانت طفلة صغيرة قاعدة على جنب الطريق. ميسي استغربت ليه في طفلة في المكان المقطوع ده، وبسرعة قالت لوالدتها إنها شافت طفلة على جنب الطريق، وقالت لها إن الطفلة دي كانت قاعدة لوحدها. ولكن والدتها كانت مركزة على الطريق وما سمعتهاش. ميسي قالت لها تاني وقالت لها إنهم المفروض يرجعوا ويشوفوا البنت دي، ولكن والدتها كانت مترددة وكانت عايزة تروح قبل الضلمة، وسألتها لو هي فعلا شافت حد ومش مجرد خيال. ميسي قالت لها إنها متأكدة إنها شافت طفل على الطريق. وهنا والدتها هدت السرعة، وبعد كده لفت وبدأت ترجع لنفس المكان اللي المفروض إن البنت دي فيه. ولما وصلوا الدنيا كانت ضلمة، وبدأوا يدوروا على البنت، والإضاءة الوحيدة كانت جاية من كشافات العربية بتاعتهم. وبعد شوية شافوا البنت على جنب الطريق، كانت قاعدة على الأرض وضم رجليها لصدرها ومدية ظهرها للطريق، كانت عمالة تهز نفسها بطريقة غريبة. والدة ميسي لما شافتها كانت مستغربة ليه في طفلة لوحدها على الطريق في الوقت ده، وبدأت تقرب منها بالعربية. ولكنها قالت لبنتها إنهم المفروض بدل ما يقفوا على طول عند البنت دي إنهم يعدوا من جنبها بالعربية الأول عشان يشوفوا لو هي هتنادي عليهم أو تطلب المساعدة. وبالفعل بدأوا يقربوا بالعربية، ولما قربوا من البنت لاحظوا إنها ما كانتش طفلة صغيرة، إنما كانت شابة. ولكن غريب إن هما لما عدوا جنبها بالعربية البنت ما اتحركتش ولا حتى اتلفتت عشان تبص لهم، وكأنهم مش موجودين، وفضلت قاعدة في مكانها وبتهز نفسها. هنا والدة ميسي عدت بالعربية من جنبها وبعد كده لفت تاني، ولكن لما لفت بالعربية البنت كانت اختفت من على الطريق. Куда летишь, да кукушечка, ку-ку? Куда летишь, да ты серая, ку-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 ку? وبعد استغراب الأم
بدأت تدور على البنت دي بعينيها على جنب الطريق، ولكنها ما كانتش موجودة في أي مكان. التفسير المقنع اللي جه في بالها إنها أكيد مشيت، فقررت بعد كده إن هما كمان يمشوا علشان يروحوا. ميسي ووالدتها فضلوا سايقين حوالي 5 كيلومتر، وبعد كده وصلوا عند تقاطع في الطريق، وبدأت والدة ميسي تهدي سرعة العربية، وفجأة اتفزعت، وده لأنها شافت نفس البنت قدامها على جنب الطريق، وكانت قاعدة على الأرض في نفس الوضع وبتهز نفسها. ميسي ووالدتها كانوا باصين عليها ومش عارفين هي ازاي وصلت للمكان ده قبلهم. والدة ميسي سألت بنتها لو هي نفس البنت اللي شافتها قبل كده، وميسي قالت لها هنا ميسي بدأت تخاف، وقالت لوالدتها ما تقفش بالعربية وتكمل في الطريق لأنها حاسة إن في حاجة غلط. ولكن والدتها كانت عايزة تساعد البنت دي بالرغم من قلقها هي كمان، وما كانتش عايزة تسيب البنت دي لوحدها على جنب الطريق في الضلمة. والدة ميسي بدأت تقرب من البنت بالعربية، وميسي جنبها كانت مرعوبة وعمالة تقول لها لأ. ولما قربوا منها ميسي كانت في قمة الرعب، ونزلت في دواسة العربية وغمضت عينيها، وفضلت تتحايل على والدتها إن هما يمشوا. ولكن والدتها قربت من البنت ووقفت عندها. البنت كان ظهرها للعربية، ووالدة ميسي قالت لها تنزل الشباك عشان تكلم البنت، ولكن ميسي كانت مرعوبة وفضلت في الدواسة. فوالدتها مدت إيديها وفتحت الشباك بنفسها. ميسي بدأت تفتح عينيها وكانت بص على وش والدتها من مكانها في الدواسة، ووالدتها بدأت تنادي على البنت. وفجأة ميسي شافت وش والدتها اتغير وكانت مفزوعة وبدأت تصرخ، وبسرعة داست على دواسة البنزين والعربية جريت بيهم. ميسي ما كانتش عارفة ايه اللي حصل، ولكنها طلعت من مكانها ووالدتها كانت بتعيط ومنهارة، فسألتها عن اللي حصل وايه اللي شافته. والدتها كانت في حالة هستيريا وبدأت تقول لها إنها لما نادت على البنت لفت وبصت لها وما كانش عندها وش، وكان في فجوة مكان ملامحها. وبسرعة ميسي ووالدتها وصلوا للبيت وكانوا مرعوبين من اللي حصل لهم في الليلة دي. ووالدة ميسي قررت تتصل بالشرطة، ولكنها ما كانتش عارفة تقول لهم ايه، فكل اللي قالته إن في بنت غريبة موجودة لوحدها على الطريق السريع، ووصفت لهم مكانها. ولما الشرطة جالهم البلاغ وراحوا علشان يدوروا على البنت ما لاقوش أي أثر ليها على الطريق، ولحد النهاردة محدش يعرف مين هي الفتاة على الطريق. وبكده تكون خلصت حلقتنا النهاردة. فلو عجبتكم ما تنسوش تعملوا فولو وريت للبودكاست اللي هتلاقوه على أبل بودكاست، سبوتيفاي، وأي مكان تاني بتسمعوا فيه بودكاست. ولأي حد حابب يدعم البودكاست ماديا فلينك الدعم في الوصف. أشوفكم بعد أسبوعين إن شاء الله. سلام.